يالّا مستنية إيه؟ قومي دلوقتي اعملي العيش الشامي بطريقة ممتازة جدًا وطريقة سهلة جدًا، بشوية مَيّة وشوية دقيق هتعملي أجمل عيش شامي عندِك في البيت ما شاء الله بطريقة ممتازة جدًا، لكن قبل ما أبدأ تعملي ليّا لايك واشتراك عشان إن شاء الله يوصل ليكِ كل جديد أنا باقدّمه. هنجيب نُص كيلو من الدقيق، نُص معلقة من الملح، نُص معلقة من baking powder هنضيفهم كده على جنب، وبعد كده طبعًا هتجيبي بولة وهنضيف فيها نُص كوباية من المَيّة السخنة، وهنضيف فيها معلقة ونُص من الخميرة، وهنضيف معلقتين من زيت الزيتون، زيت الزيتون ده بتخلّيها في حتة تانية خالص، بتخلّي العيش حلو أوي وجميل. تمام كده، وبعد كده هنعجن العجينة كده، طبعًا العجينة لو محتاجة مَيّة هتضيفي مَيّة، هي خدت مني كوباية ونُص من المَيّة السخنة. تمام، طبعًا أهم حاجة في الخطوة ديّة العجينة تكون طرية جدًا ما تكونش متجمدة، وبعد كده طبعًا هتضيفي معلقة من الزيت كده من فوق العجينة علشان العجينة مش تشقق مننا، وبعد كده طبعًا هتسيبيها تخمر لمدة ساعة كده، طبعًا أهم حاجة تكون في مكان دافي علشان تخمر معاكِ على طول. بعد ما فات ساعة من التخمير هتجيبي كده العجينة وهترشي كده رشة من الدقيق بسيطة جدًا ما يكونش كتير عشان ما تبانش معانا الدقيق في العيش، تمام كده، هتقوريهم كده طبعًا كور كبيرة كور صغيرة لكن الأفضل كور تكون صغيرة كده ويكون الرغيف حلو كده ويكون صغير. نُص كيلو من الدقيق عمل معايا 12 من العيش، يعني 12 رغيف، ممتاز جدًا، وطبعًا عملت العيش الشامي عندِك في البيت يعني من غير مجهود ومن غير أي تعب، وعلى فكرة هو بسيط جدًا، بشوية مَيّة وشوية دقيق هتعملي عيش شامي عندِك في البيت. زي ما أنتِ شايفة كده هنسيبهم يرتاحوا لمدة 10 دقايق، وبعد كده طبعًا هتمسكي كده رغيف العيش كده هتفرديه، أهم حاجة السمك بتاع العيش ما يكونش رفيع، يكون تخين شوية كده، علشان طبعًا لمّا ييجي يخمر معانا ولمّا ييجي تسويه يطلع معاكِ ممتاز، ويطلع معاكِ كده منفوخ وحلو. طبعًا زي ما أنتِ شايفة كده كل العيش اللي أنا عملته كله زي بعضه، العجينة كلها زي بعضها، زي ما أنتِ شايفة كده، وهتجيبي فوطة. أهم حاجة في الخطوة ديّة نغطي العيش كويس علشان يخمر معانا، هتسيبيه نُص ساعة كده يخمر، طبعًا مش تستعجلي عليه هو حسب الجو، وبعد كده طبعًا هتجيبي طاسة بعد ما فات نُص ساعة من التخمير العيش كده، هتجيبي طاسة كده وهتجيبي حاجة بسيطة جدًا من الزيت، إحنا مش هنضيف زيت بس حاجة بسيطة جدًا، تمام، هي أول مرّة هتضيفي لكن تاني مرّة خلاص كده، وبعد كده طبعًا زي ما أنتِ شايفة الرغيف طبعًا بيترفع معانا شوية بشوية كده، طبعًا ممكن تحطيه في أول مرّة مش هيترفع معاكِ، مش هيتنفخ معاكِ، ممكن تقلبيه اللمة التانية هيتنفخ معاكِ، ما فيش أي مشكلة، ما شاء الله جميل جدًا ممتاز، طبعًا علشان سِبتيه يخمر براحته مش استعجلتِ عليه، علشان كده بيترفع معايا شوية بشوية كده في الطاسة، وأهم حاجة خَد اللون الدهبي الخفيف الحلو زي ما أنتم شايفين، هنضيف كمان واحد كده. وأهم حاجة في الخطوة ديّة لمّا ييجي العيش يترفع معاكِ مش تضغطي عليه، علشان لو ضغطتِ عليه كده هيرجع زي الأول، أنا عملت أول واحدة ضغطت عليها فهي رجعت زي الأول، فخلّيه كده يترفع براحته خالص من غير ما تلمسيه، طبعًا ياخد لون دهبي من تحت كده حلو، وبعد كده طبعًا تقلبيه اللمة التانية لمّا طبعًا يترفع معاكِ. ما شاء الله ممتاز جدًا رائع، عملتِ أجمل وأحلى عيش شامي عندِك في البيت من غير أي تكلفة. أتمنى يكون وصفتي النهاردة عجبتِك، أتمنى منِّك اللايك والشير، أتمنى منِّك بدعوة حلوة، مع ألف سلامة.